خارج الغرفه ويتكلموا ويتداولوا ويخرجوا ويدخلوا عليه في اكتر من مره. وده كان مين اللي بيتداولوا؟ اللي هو جمال ومجموعه وجمال مبارك وجمال عبد العزيز وزكريا عزمي وعلاء مبارك. هل انس كان موجود كمان؟ اعتقد انه كان انس اليوم حضر. ده انس حضر كل مقابلات الرئيس في ذلك الوقت. انا في اعتقادي هنا ايه؟ انك تتحدث عن رئيس جرى عزله منذ سنوات طويله. ممكن يكون في اعتقادي في تقديري 6 7 سنوات. عزله عن الحياه، يعني مش عزله تقصد؟ لا عزله عن الحياه. يعني ما فيش داعي ننكد عليه، ما فيش داعي نقول له تقارير. انا افتكر انه واحد من الناس اللي تولى منصب الحرس الجمهوري في يوم من الايام طلب منه الرئيس، وكان عنده مزرعه في طريق السويس، طلب منه الرئيس تليفونه ويكلمه على تليفون ارضي. معظم الاتصالات بتتم بين الرئاسه والناس عن تليفون ارضي. ده صحيح. وقال له روح بكره الصبح تستلم عمليه عرض التقارير. الراجل انا بعتقد انه من الناس الكويسين جدا، طبعا جرى بعد كده تلفيق له قضيه بعد ذلك يعني. فقال انا قعدت انبسطت جدا، لانه كان بالمواصفات انك امام الرئيس لا احد يستطيع ان يخرج بره اللاين بتاعه. يعني المسؤول عن ده يتكلم هنا، يتكلم، ما يجرؤش حد يدخل من هنا على هنا. قال لي انا فرحت جدا. قال لي بعد 6 اشهر لم اجد معلومه واحده تستحق ان اعرضها، الا معلومه واحده عشان ادلل على صدق كلامه، انه 2 من شباب النوبه انضموا الى جيش جرنج. يعني حاجه معلومه يعني دي المعلومه اللي ايه اللي اثارت اللي ممكن واقسم الرجل ان ما تنشره صحف المعارضه والصحف المستقله يعني يزيد عشرات المرات عن المعلومات اللي موجوده. طب خلينا نرجع تاني لليل. انا مركز بس في الحكايه دي. حضرتك قلت لي انه المفروض ان الخطاب ده كان فيه انه يتنحى، ويبدو انه اللي حواليه قالوا لا، ما احنا ممكن برضو بحاجه اقل الناس ترضى. فرصه ثانيه ليه؟ يعني فرصه ثانيه عشان يستمر. ايوه ان هو ممكن الناس. والرئيس ما كانش ياخد قراره؟ انت بتتكلم هنا على ان القرار بقى اكتر من الرئيس، وهناك مجموعات بتتنازع على ذلك. طبعا بتتنازع، لانك انت بتتكلم على ايه؟ القضيه لم تكن قضيه حسني مبارك، انما قضيه نظام باكمله. هي فكره يعني النهارده انت لما ما جرى من كشف الحاجات، من اضافه لشخصيات، انت بتتكلم على انه قد سقطت الحمايه عن ناس كتيره جدا بده. ده في العدد ده، في الناس اللي خدت الفلوس وكانت بعدين اضيف نقطه ثانيه، انه جرى قفل مطار ضوء في مطار الماظه الساعه 8:30 يوم الخميس، دلاله على انه ما فيش طيارات طالعه. مطار الماظه والمطار اللي بتطلع منه الطيارات الخاصه للعائله الرئاسيه. اغلق المطار لاول مره حتى عاده يعني، ثم اتفتح بعد كده ثاني يوم الظهر. طيب. فاحنا وصلنا لمرحله بالليل انه دخل قال الخطاب بتاعه وما كانش فيه التنحي اللي هو كان محبط جدا للناس. وكتب، عندك معلومات مين اللي كتب الخطاب ده؟ لانه ده من اسوأ الخطابات اللي اتكتبت في الحياه. اسوأ الخطابات في الدنيا. يعني طريقه الصياغه اللي اتكتب بيها بطريقه، يعني مش عايز استخدم كلمه. انا ما عنديش معلومات، لكن عندي ملاحظه انك انت الخطاب ده الرئيس فيه كان في شخصيتين. الشخصيه الاولى لمده 3 ثواني بالظبط كان يعني الأب. كانت توصلك لفكره التنحي. الشخصيه الثانيه هتوصلك لفكره الانتقام. يعني انا امام بيان رئيس الدوله فيه الحقيقه لعب دورين مش دور واحد، وده كان ملاحظه ناس كتيره جدا يعني. ده صحيح. حضرتك قايل هنا وافق الرئيس على التنحي ليله الخميس، ثم ده دخل جمال مبارك واطفأ انوار مطار الماظه الذي تقلع منه الطائرات العائله الحاج. كانه بيقول له يا بابا ما نسافرش، احنا قاعدين. هو ده التحريك. يعني طبعا في اجتهادات كتيره جدا، لكنها في اعتقادي ما ترقاش الى مستوى الروايه السليمه. خلينا نكمل. طلع الرئيس قال البيان بتاعه اللي مكتوب بالطريقه غريبه دي، عمل احباط للناس. ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل بعد كده ان الناس كانت في انتظار. احنا كنا في التحرير، احنا ولقنا بس. احنا ولقنا ثاني يوم بدا التوافد على نفس الليله. التوافد على في نفس الليله خرجنا من ميدان التحرير وتحركنا في نفس الليله. خرجنا من ميدان التحرير طبعا. ايه الوضع حصل ايه بقى لما ابتدوا يلقوا؟ انا بعتقد ان الوضع في لما بدا التحرك على
القصر الجمهوري. وايضا في نفس الوقت فكره خطه المقاومه المتظاهرين مرفوضه. بعتقد انه اصبح من السهل جدا اقناع الراجل بانه يتنحى. لا بس ما الذي اقنعه؟ يعني انا بعتقد ان المشير وعمر سليمان اقنعوه. حصل الحوار ده؟ انا بعتقد كده. بتعتقد؟ بعتقد. ولكن هل حصل في وجود الجانب الاخر؟ ايوه، لانه الواقعه بتاعه انه جمال، ودي روايه احد الناس اللي كانوا بيشتغلوا في رئاسه الجمهوريه بالمناسبه. يعني كان ضابط كبير في رئاسه الجمهوريه وكان على خلاف كبير مع شخصيات يمكن معروفه يعني جوه الرئاسه. قال انه ساعه ما كان الرئيس يوقع قرار التنحي حب جمال مبارك يلعب دور فزقوا علاء يعني في اللحظه دي. يعني كان وصل قال له كفايه بقى، كفايه بقى يعني. كفايه بقى، خلينا نخرج بس. ودي الروايه اللي اتنشرت النهارده يمكن في الاخبار، واحنا نشرنا على فكره جوه. انا عايز اقول لحضرتك على معلومه، ان علاء مبارك قد التقى باحد الصحفيين من شهر. ودي الصحفي ده حكى لي بنفسه، يعني انا واخد معلومه بنفسه. وقال له انا خايف. وقال له انا مش عارف هيحصل فينا ايه. قبل الاحداث. قال له انا خايف، قال له انا مش عارف هيحصل فينا ايه. واللي بيعمله جمال ده هو الراجل نفسه ما كانش مقتنع باللي بيجرى. يعني انا عندي معلومه تانية، انه بعد احداث تونس، طبعا انت سمعت كلمه مش تونس الاغنيه دي يعني. لكن انا عندي معلومات برضو غير موثقه، خلي بالك احنا يعني انه الرئيس كان وهو في شرم الشيخ استدعى معظم افراد عائلته وطلب منهم انه الموضوع نلم بقى الدور. طب حضرتك يا فندم، المنشط بتاعك يا بنوك سويسرا هاتوا فلوسنا، وشركه باراجون التي يديرها شريف طنطاوي تستثمر اموال عائله مبارك في جنيف. فلوس عائله مبارك دي هي بالحجم ده؟ يعني انا عايز اسال سؤال بس، هو مثلا لما يقول لك ايه انه عندهم 80 او 90 مليار، الفلوس دي جابوها منين يعني؟ لا. بتيجي منين يعني؟ يعني انا عايز بس نشرح للناس. انا ما اعرفش الارقام. الارقام صعبه جدا الوصول لها. يعني ال 80 مليار ده في 5 لا ب 400 ايه يا عمرو خليكم في فلوس احنا ما نعرفش قد ايه. 400 مليار جنيه مصري مش كده؟ لا، ما امريكا طلعت قالت لك من مليار الى 5 مليار دولار. يعني لا، هو بنوك السويسريه قالت هم 3.9 مليار فرنك، اللي هم 3.9 مليار دولار، اللي هم في النهايه يبقوا زي 20 مليار جنيه مصري. انا طبعا ما اقدرش اعرف الارقام. ولا حد بعتقد انه يعرف الارقام تماما، ولا حتى لو الفلوس دي جت مش ممكن هتيجي كلها طبعا. انما انت هنا بتعمل اشارات لاشياء زي مثلا قصه شريف وعمر طنطاوي. انت عارف في حاجات معجزه. يعني عمر طنطاوي كان زميل لجمال مبارك في الجامعه الامريكيه، واعتقد انه السيده والدته كانت صديقه للسيده سوزان مبارك. المهم اتقابلوا الولاد، وكانت المساله ان هم لما كبروا دخلوا الجامعه. انا بتكلم على فكره الانتقال المرعب لمجرد انك تبقى قريب او صاحب لجمال مبارك. ده احنا عندنا في بورسعيد احكي لك حواديت عن صديق جمال مبارك وبيعمل ايه في الناس. اتعين عمر طنطاوي في اللوبي بتاع فندق سمير بيسو في الفرونت اوفيس. ثم وبعدين اكتشفوا ان له نفوذ. كان مدير الاوتيل او مدير عام الاوتيل اعتقد اسمه ريمون خليفه. ايوه ده صحيح. الراجل يبدو انه غلط مره مع عمر طنطاوي. هو عمر ما كانش بيجي. كان غلطه كده بسيطه. عمر ما كانش بيجي فمشوه. لا، ففوجئ تاني يوم ريمون خليفه بايه؟ بان الضرايب والتامينات والصحه والامن المركزي كل اجهزه الدوله على الاوتيل بتفحص ملفات. هيك عامل صفحه هنا بدون قطع كلامك، اللي هو بيزنس شله علاء وجمال، اللي هو هشام الجن وشريف طنطاوي وعمر طنطاوي ياسر ملواني، اللي هو شله جمال مبارك. لا ولسه في مجموعه ثانيه. في اكيد يعني المجموعات اللي دخلت على البنوك والمجموعات اللي مسكت. دلوقتي يا فندم الاسئله في كذا سؤال هنساله ونطلع فاصل الاول ونرجع تاني. هل فعلا الرئيس في شرم الشيخ ولا مش في شرم الشيخ؟ هل الرئيس، ما هو مستقبل الرئيس؟ هل هيسافر او مش هيسافر؟ النهارده كان في اشاعات ان جات له ازمه قلبيه، كل هذه عايزين نعرف برضو معلومات حضرتك عندها. هنطلع فاصل اعلان ونرجع تاني. ووصل دلوقتي الحاج احمد الريان، هيبقى معانا برضو النهارده في برنامج بعد ما نخلص مع الاستاذ عادل، هيكلمنا على معلومات هامه جدا في
كشوف البركه بقى والحواديت اللطيفه دي اللي كان صعب الكلام فيها من قبل كده، ولكن معلومات هامه جدا. استاذ عبد الحميد عسقل هيقول لنا اين يعيش رئيس، كيف يعيش الرئيس، اين سيذهب الرئيس. النهارده كان في اشاعه انه طيارته عدت على الشارقه، اي ان هو رايح لابو ظبي. الشرقه قالت لك ما حصلش. وفي معلومات عن الاستضافه اللي موجوده في دوله الامارات. فاصل اعلان ونرجع تاني، ابقوا معانا.